قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم أيها المؤمن الكريم، هذا هدي ربنا جل جلاله، ولذلك أراد الله أن يجعل لنا أسوة حسنة وقدوة طيبة في معنى التضحية. التضحية بأهواله، يريد الولد الصالح فأنعم الله عليه فبشرناه بغلام حليم، فلما استوى الولد وأصبح قادرا على السعي ينفع أباه كان الابتلاء الشديد، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يتلطف مع ابنه. فماذا كان رد الولد؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه هي الطاعة في قمتها. المؤمن أمام